السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. النهارده معانا وصفه مش مصريه، هي ايه؟ معانا الكوبيبه الشامي. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. جبت هنا عندي كوبايتين برغل ناعم، في خشن وفي ناعم، احنا عايزينه ناعم. هنحط كوبايتين البرغل ونحط عليهم كوبايتين ميه مغليه. الميه قد الايه، قد البرغل اللي احنا هننقعه لحد نص ساعه. وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. جبت عندي بطاطستين وقشرتهم زي ما انتم شايفين كده، وهنقطعهم قطع حلقات كده. وبعد كده هحط عليها ميه واسلقها علشان نستخدمها في الوصفه بتاعتنا. طريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا جدا جدا. بجد انا ما كنتش عارفة اسمها، وكنت بصراحة من زمان قوي بدور على يعني اسم الوصفة دي، بس ما كنتش عارفة اسمها لحد ما لقيتها بالصدفة قدامي. فحبيت ان انا النهاردة اعملها، وطلعت في منتهى الجمال زي ما كنت متخيلة. قطعت البطاطس وحطيت عليها شوية ملح وشوية مية وسبتها تتسلق. بعد جبت عندي نص كوباية سميد، وحطيت عليها برضو مية سخنة وركنتها. وبعد كده جبت عندي ربع كيلو صدور فراخ فرمته. وجبت هنا عندي البصل وهفرمه برضو. جبت بصلة كبيرة وبصلة صغيرة وقرنين فلفل. لو انت بتحبي السبايسي حطي، لكن احنا ما عندناش حد بيحب السبايسي قوي، فما حطيتش الا حتة صغيرة. وحطيت فلفل بارد كتير. هفرمهم في الكبة فرم ناعم زي ما انتم شايفين كده، واخدهم على النار اسفة طبعا. وبعد كده هشوحهم، وبعد كده احط عليهم البانيه اللي انا فرمته. دول ربع كيلو بس يا جماعة. وهتشوفوا هيعمل معايا كمية قد ايه. هيعمل معايا كمية بسم الله ما شاء الله كبيرة. هعصج البانيه واحط عليه شوية توم وشوية توم باودر وبصل باودر وشوية 7 بهارات وشوية فلفل اسود وحتة تومة مفرومة، وطبعا الملح. وبعد كده هنشوحهم لحد ما ما تستوى البانيه المفروم معايا. بعد كده البطاطس بتاعتي كانت اتسلقت، ههرسها زي ما انتم شايفين كده. بعد ما هرست البطاطس جبت البرغل بتاعي، كان شرب المية بتاعته واتنقع زي ما انتم شايفينه كده. هضيف عليه البطاطس، وبعد ما هضيف عليه البطاطس هضيف عليه نص كوباية السميد. عشان السميد يا جماعة، دقيق السميد بيخلي الوصفة مقرمشة. هحط عليه بقى شوية ملح وشوية فلفل اسود و7 بهارات برضو تاني وتوم باودر وبصل باودر. وهحط عندي تلت كوباية زيت. وهدمج بقى كل الكلام ده مع بعضه كده لحد ما اخد قوام متجانس كده وجميل. هتشوفوه معايا بقى بعد ما ما ندمجه كده مع بعضه. ولازم كده ندمجه جامد علشان كل الخليط يتجانس مع بعضه ويبقى متماسك مع بعضه. هنا بصوا، خدت بقى كده كورته، وبعد كده عصت ايدي زيت. وبصوا بنعملها كده، بصوا طريقة سهلة وبسيطة وجميلة قوي. وبعد كده بجيب الحشوة بتاعتي. وطبعا انا بشتغل بايدي، لو يعني اسفة طبعا، بس انا بحب اشتغل بايدي علشان انا ببقى واثقة ان انا غاسلة ايدي وطول الوقت يعني ببقى مهتمة بان انا ايدي تبقى نظيفة. هنا بقى بصوا بتتشكل كده بكل سهولة كده وبكل بساطة اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده برصها بقى في اي حاجة، في صينية على ما نعمل الكمية كلها. وبعد كده ناخدها نقليها. بصوا بشكل بقى، باخدها كورة الاول، وبعد كده بنبرمها كده بصباعنا. وبعد كده نحط فيها بقى الكمية بتاعة الحشو. ممكن تحطي بدل البانيه، ممكن تحطي لحمة مفرومة برضو متعصجة، ممكن تحطي جبن، براحتك. الحشوة اللي انت حباها ممكن تحطيها. وفي نفس الوقت هنا عملنا الكفر اللي بيبقى عليها اقتصادي وجميل جدا. في ناس بتحط عليه اللحمة، فانا يعني شفت طريقة اقتصادية فحبيت ان انا اوصلها لكم، ان احنا ممكن نعملها من غير لحمة ونكتفي بس بان احنا نحشيها لحمة او فراخ. هنا بصوا الكمية بسم الله ما شاء الله، كل دوت من ربع كيلو. والله ربع كيلو مش اكتر بانيه بس هو اللي انا استخدمته في الوصفة بتاعتنا النهاردة. بعد كده طبعا سخنت الزيت، وبعد كده هنحطها في الزيت تتقلى. وطبعا على نار متوسطة، ولا عالية ولا هي واطية. وطبعا لو انت مش حابة تستخدمي الكمية كلها، ممكن طبعا اوريكم برضو في اخر الفيديو ان احنا ممكن ناخد حبة ونفرزهم في الفريزر، ولما نحتاجهم نطلعهم ونستخدمهم او نقليهم طازة كده، هيبقوا في منتهى الجمال. هنا بصوا بقى زي ما انتم شايفين، بعد ما خدت لون قلبتها على الجنب التاني.
ومش قادرة اوصف لكم صوت القرمشة كان عامل ازاي، هتشوفوه معايا في اخر الفيديو. بصوا شكلها جميل جدا، وطلعت بجد وصفة جميلة جدا جدا، وطعمها في منتهى الجمال. اتمنى لو انتم مجربتوهاش تجربوها، وان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. بصوا تحفة بجد، تحفة جميلة جدا جدا جدا، بألف هنا وشفا يا رب. وصفة سهلة وبسيطة وجميلة وطبعا هي مش مصرية، بس بصراحة احنا يعني بناخد برضو أفكار من أهالينا إذا كانوا الشام أو السوريين، فبجد تحفة بجد. هنا بصوا بقى الكمية اللي زادت معايا، هنحطها هنا عادي في العلبة بتاعت التخزين ديت، واجيب بقى كيس ستريتش كده أو كيس بتاع التلاجة عادي كده، قطعته وحطيته كده، ونحط بقى الكمية اللي باقية معانا وندخلها الفريزر، ولما نعوزها ان هنطلعها نسيبها تهدى، وبعد كده نقوم قلينها. بصوا بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. واتمنى حبايبي ان الفيديو البسيط بتاعنا النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم بكره في فيديو جديد على خير، مع الف سلامة.